صباح الخير. اخباركم ايه؟ النهارده الجو حلو. كنت عايز اتكلم معاكم في حاجه، معرفش مين ممكن تفرق مع حد يعني. معرفش هتفرق معاه ولا لا. يمكن من اكتر الحاجات اللي انا ادمان عليها اني كنت بستسهل او اكسل بمعنى صح. يعني مش هزوق الكلام، كنت بكسل ان انا اخد خطوه في اي حاجه عايز اعملها. يعني مثلا العب رياضه، انزل جيم، حتى احرك جسمي، او اني مثلا اتعلم اي مهاره نفسي فيها. وللاسف يعني للاسف ده عاد عليا بالسلب في حاجات كتير. وكذلك لو انت عملت زيي فاحب اقول لك ده هيعود عليك بنتيجه سيئه، سواء انك تشتغل وظيفه ما بتحبهاش، ما تكونش راضي عن شكل جسمك، زمايلك واصحابك يوصلوا لمراتب ومناصب عاليه، فاهمني؟ وانت بس تقعد تتفرج وتتحسر عليهم. فعشان كده حاول دايما دايما تاخد خطوه في اي حاجه انت عايز تعملها، في اي حاجه عايز تعملها او تتعلمها. وهتشكر نفسك بعدين، يعني عن تجربه، لا انت هتشكر نفسك بعدين على الموضوع ده. فما تكسلش، عشان خاطر ما تكسلش، لان الثمن اللي هتدفعه اصعب. وفي حاجه غريبه، يعني انت سبحان الله ربنا مدينا القدره ان انت تقدر تتحمل الم الانضباط. انك تتعب مش لاقي نتيجه، ربنا يديك قدره انك تقدر تتحمل وتصبر. انما الم الندم لا، بيبقى صعب، بيبقى صعب كتير، اصعب مليون مره. كل يوم بتتمنى انك تخلص من الوضع اللي انت فيه.